السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين. في البداية نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كامل صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. في البداية فيديو تاع اليوم، فيديو فكرة بسيطة، نصيحة، تدبيرة، يعني هكا حاجة حابة ننصحكم بها، نشجعكم بها، نحفزكم بها. يعني حابين نديروا لويس، اللي حابين يدير لويس اقل يعني حاجه اللي ننصحكم بها في اللويس هو تاع 1 غرام. كاين اقل من تاع 1 غرام، صحيح يكونوا رقاق وكذا، نتوما اقل حاجه ديروها 1 غرام وطلع. اللويز دوكا صدقوني راهو هو الحاجه المليحه في الذهب. اللويز علاه اللويز ما فيهش حق الاجره بزاف، فهمتوني كيف؟ ما فيهش حق الاجره بزاف، لانه كي تجوا تشروه اقل من سعر القطعه تاع الذهب. حتى اذا كان لوكال ولا كان تاع الخارج، تاع مثال طليان ولا كان كذا، الا وتلقاو اللويس تلقاوه دائما ناقص في البري، في الغرام تاعو. 1 غرام تاعو يعني تلقاو اقل من الغرام نتاع القطعه تكون مخدومه وتعب عليها صاحب الخدام، يعني السايغي تعب عليها وكذا وخدمها، ماشي كيما هذا قالب هز حط وخلاص. فهمتوني؟ يعني ما فيهاش نقص، ما فيهاش كذا، ما فيهاش الجوهر اللي يحطه، ما فيهاش. بالتالي انه اللويز هذا ايضا كي تخبيه يتباع الناس كي تشري كي تحافظي عليه يكون مش مكسر وكذا. يعني كانه خبيت راس مالك، خبيت دراهم، خبيت كذا، ادخار، هكا ادخار، جمع المال، هذا كامل ينطبق على اللويز. على كذا انا دائما ننصح بشراء اللويز، ننصح بشراء اللويز. ايضا اللويز سهل باش تخبيه، سهل باش كذا. عادي جدا انه نشرو اللويز ونخبوه. الناس ياسر عادوا متوجهين يقولك انه عندي لويز تاع ثقال شويه اكثر من 1 غرام، 2 غرامات 3 غرامات، هذيك كل واحد مقدوره. يعني قلت لكم اقل حاجه 1 غرام، اقل من 1 غرام يكونوا رقاق، على بالك يديروا من غير كيما هكا برك تلوط هكا قادر تتكسر ولا. ما أنا ننصحكم من 1 غرام مليحه، هذه 1 غرام، ها 1 غرام ومليحه، وراها 1 غرام هاي مليحه. فيما يخص برك الرسمه هنا، هذه الرسمه نتاع الراجل هذا، الناس كل عاد يقولك بالك حرام، بالك شبهه، انا ما نفتيش، الله اعلم. حتى اني رحت للسايغي يعني وسقسيته قال لي مانيش عارفه، انا الله اعلم. شوفوا نتوما اتقاء للشبهه ولا كذا، واش ديروا؟ كاين تشرو لويز اللي مرسوم فيه هنا قدس قدس الشريف، قدس الشريف، ما نقدرش نقولوا حرام يا اخي. نتوما على جال الراجل هذا اللي هو يقول لك راجل روماني، او صح راجل روماني كافر وكذا، روحوا ديروا تاع القدس، ديروا تاع هكا القدس، القدس، صورة القدس هذيك خلاص حاجة دينية وكذا. ولا قول له اطبع لي بلا حتى ماركة، بصح ما يقدرش، ولازم كاين القدس حاليا عاد يديروا القدس، الماركة تاع القدس، ديروا الماركة تاع القدس، اشرو. الفيديو تاع اليوم ننصحكم يعني تحدي تاع اللويز. حابة مثال نشري لويز، لويز خلال شهر، كل شهر ندير لويزة، او كل شهرين ندير لويزة. مثال كل شهر ندير لويزة حتخرج لكم 12 لويزة في العام، 12 لويزة في العام، صح؟ عادي. اذا درتو كل شهرين حتخرج لكم 6 لويزات في العام. نتوما ومقدوركم، نتوما وشي اللي مقدر، اللي عندها شويه دخلوا وقادره تامن. شوفوا سقسيت غير البارح، سقسيت واحد هكا نعرفو سايغي، صفحه كيما كنت عامل معاها وكل شيء متبعتها، قال لي مستعمله، ننصحكم بالمستعمل. المستعمل قال لي خير، علاه المستعمل راهو الويزا هي الويزا، جديده ولا مستعمله ما تغيرت والو. وهذيك خباتها ومن بعد باعتها، وهذيك جديده ما استعملها حتى واحده، هذا ما كان الفرق يعني. قال لي 860 الغرام تاع الويزا الوحده، الويزا الوحده 860 غرام. طبعا لوكال. هنا 860 كون نديروا عمليه حسابيه بق سهله خلاص. ها 860 نقسموها على 30، 860 نقسموها على 30 حتخرج لنا النتيجه قداها، تخرج لنا النتيجه تقريبا 28,000. معناها اللي قادره انه كل يوم توفر 28,000 تتحصل في نهايه الشهر على 68,000 تشريها الويزا مستعمله، واحده الويزا مستعمله. وبالتالي المجموع انه كل لويزا خلال شهر حنتحصلوا المجموع على 12 لويزا، 12 لويزا خلال العام، عام كامل.
انه كل شهر راهي دير في الويزا. ما قدرتش على 28 يوم تكون ما عندهاش ولا يتلمد وتقتصد الميزانيه تاع الدار وكذا، تدير كل شهرين، معناها تطيح لها كي نقسمو 860 نقسموها على 60 هي شهرين صح، تعطينا النتيجه، تعطينا تقريبا النصف تاعها، نصف تاع 28 تعطينا 14,000 كل يوم. كل يوم لازم تحطي في الحصالة تاعك 14,000 هكا باش تشري الويزا، وبالتالي تحصلي هنا العوض تحصلي على 12 الويزا، تحصلي على 6 الويزات وتكسبيهم بالصحة ان شاء الله. اذا كنتي حتلبسيهم تلبسيهم بالصحة ان شاء الله، حتبيعيهم بيعيهم على برا نساء اللي حابين يشروا كذا. هذه النصيحة، ولا تبيعيهم للصاغي عادي جدا. المهم على شكل مستعمل نورمال. ما يهمكمش انتم الميزان. دوك انا مثال كي نشري تاع 2 غرامات والله هاني حنوفر مثال 860 و 860، يعني نضربها في 2 صح ولا لا؟ او بني يلعب نضربها في 2، بالتالي انتم الوزن معليش هذه 1 غرام 1 غرام وهذه 1 غرام، العوض حنشريهم زوج كيما هكا نشريها واحدة. انا نفضل نشريهم زوج علاها، ربما احتجت انا مرض ولا كذا نهز وحده نبيعها، ما نعودش نبيع في 2 غرامات ونصرفهم هذوك 2 غرامات، وبالتالي انه هذه تبقى مضمونه وهذه نروح نبيعها، هذه قادر نبيعها مره اخرى ولا هذا اذا كنت حابه نجمع دراهمي المرض الحاجه المصروف لا قدر الله، او نبيعهم مره اخرى. اوكي، هذا هو فيديو تاع اليوم. فيديو تاع اليوم بسيطه، ذهب فقط نصيحه. ننصحكم انه الذهب تشروا المستعمل على تلقاوه ارخص من الجديد، خاصه في الويز كيما هكا وكذا. ممكن في القطعات كاين موديلات خرجوا جدد، موديلات خرجوا جدد لي باغي خرجوا جدد كذا، ممكن او بنيك اللي يعطيني الورقه يرسم. المهم هذيك ممكن تتبعوا جديد وتبعوا كذا، معناك تشري مستعمل حتشري موديلات قديمه شويه. اما فيما يخص الويز كيما هكا ما عندوش موديل جديد ولا قديم، او دائما نفس الموديل شروه مستعمل، حتكسبي الفارق هذاك، الفارق ما بين الجديد والمستعمل او فارق كبير يعني. العديد من الويزات يعني حتكسبيهم زياده. اشريهم من احسن تشري من عند الصاغي، يكون كما نقول احنا ارخص من عند مرا على برا. علاه؟ لانه هي تروح للصاغي وتقول له مثال بقداه تشريهم من عندي، يقول لها نشري لك مثال نشريهم ب 860 مثال فيزا، تروح تقول لك هي تبيعهم على برا 870 880 تزيد 20,000 تزيد 30,000 تزيد كذا، تقول لك انا زدت على الصاغي وناقص على الجديد وتبيعهم تكسب فيهم كيما هكا. فهمتوني؟ هذا هو فيديو تاع اليوم. اللي يعجبكم الفيديو نصائح ام سيف الدين ديروا لي بك اشتراك للقناه ولايك للقناه وتفعيل الجرس للكل وشير للفيديو هذا باش تعمل فائده وتعليقات، ومرحبا بكم في اي وقت. السلام عليكم.